أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: تعرف على ما حدث في مران الأهلي الصباحي اليوم. شارك الثنائي طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبالتالي أصبح الثنائي بيرسي تاو وطاهر جاهزان لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني. خاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر عصر اليوم إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت القادم. خبرنا الثاني: شوبير يحذر كولر، هتشوف المر في الأيام اللي جاية. قال شوبير صباح اليوم في الراديو: نصيحتي لكولر، سد ودانك وحط قطن في ودانك، الماتش اللي فات الناس زعلت منك، مش كله حلاوة يا كولر، هتشوف المر الأيام اللي جاية دي في النادي الأهلي. الناس بتحبك لما بتشوف الأهلي بيكسب، عايزين نشوف البطولة تاني، لكن لو مفيش بطولة ومفيش نتائج هتشوف المر في النادي الأهلي. خبرنا الثالث: سيف زاهر يتحدث عن مستقبل علي معلول مع الأهلي. قال سيف زاهر: معلول بنسبة كبيرة لن يستمر مع الأهلي، يمتلك عروض في الخارج، هو يرى بأنه قدم كل حاجة خلاص مع النادي الأهلي، والسنين اللي جايين دول يلعب في الخليج عشان يأمن مستقبله. المقابل المالي الكبير اللي بيتعرض عليه من الخارج بيخليه خلاص يفكر في الخليج. خبرنا الرابع: تعرف على الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني. يلعب النادي الأهلي مباراته ضد يانج أفريكانز يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 6. خبرنا الخامس: تعرف على موقف محمود متولي من الرحيل عن الأهلي في يناير. محمود متولي يدخل في إصابة يطلع منها يخش في إصابة تانية. الآن متولي يعاني من شد في العضلة الأمامية، وغالبا متولي قد يرحل عن الأهلي في يناير، قد يدخل ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد.